إلهام شاهين قالت عنه: أنا بفهم في الدين أحسن منه. أما خالد أبو النجا فقال إنه جاهل وضعيف في علم الحديث. وإبراهيم عيسى شتمه، وفنانة معروفة قالت ما بحبوش وعمري ما سمعته. والكاتب الكبير قال عنه: داعية بسيط ولا نجم صنعته الصدفة. منهم اللي بيسد ودنه أول ما يسمع صوته، واللي عايزة تمنع تفسير القرآن بتاعه. فنانين ومشاهير كتير بيكرهوا الشيخ الشعراوي. في شيخ أول ما يطلع الناس تقفل ودانها، وناس تشتم، وناس تقولك ده متشدد، ده خطر، ده أفكاره قديمة. الكلام هنا عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة اللي رغم شعبيته الجارفة إلا إنه كان دايما محاط بحالة عداء غريبة جدا من شوية فنانين ومشاهير. وأول اسم دايما بيتقال في الحكاية دي هي إلهام شاهين. الموضوع قلب جد لما وزارة الثقافة فكرت تعمل عمل مسرحي عن الشيخ. إلهام وقتها استغربت جدا وقالت: هو ليه أصلا نعمل عنه عمل مسرحي؟ هو قدم إيه يعني للناس؟ وما وقفتش عند كده وبس، دي دخلت في هجوم مباشر واتهمته إنه ضد الستات، وإنه بيبرر ضرب الزوجة، وإنه كان ليه آراء حادة في موضوع العلاج والمرض وحتى الأمراض المزمنة زي الفشل الكلوي. كمان كانت معترضة على كلام منسوب ليه بخصوص جواز المسلم من المسيحية، وإن العلاقة تبقى بين المسلمين والمسيحيين رسمية جدا من غير مظاهر ود أو مشاركة في أعياد. وقالت: أنا بفهم أكتر منه. والمفارقة بقى إن الشيخ اللي كانت بتعلن إعجابها بيه وقتها كان سعد الدين إبراهيم مش الشعراوي. نروح بقى لاسم تاني، أسماء شريف منير بنت الفنان شريف منير واللي اتحجبت قريب. عملت حالة جدل كبيرة جدا في الأيام اللي فاتت بعد كلام اتفهم منه إنها بتهاجم الشيخ محمد متولي الشعراوي وبتشوف إن أفكاره كانت متشددة. أسماء كانت فاتحة نقاش مع متابعيها على فيسبوك وطالبة منهم يقترحوا عليها شيوخ ودعاة تثق في كلامهم وتشوف إن عندهم مصداقية حقيقية. واحد من المتابعين رشح لها تسمع الشيخ الشعراوي، فساعتها ردت وقالت إنها من وهي صغيرة كانت دايما تسمع اسمه على لسان جدها، بس وقتها ما كانتش فاهمة كل اللي بيتقال. لكن لما كبرت ورجعت تشوف مقاطع للشيخ بنفسها اتفاجئت بالكلام اللي سمعته وحست إن فيه تشدد زيادة عن اللزوم، وإن الكلام ده عقلها مش قادر يستوعبه ولا حتى يقتنع بيه. الكلام ده كان كفيل إنه يولع السوشيال ميديا ويفتح باب هجوم واسع عليها ما بين اللي شافوا رأي شخصي واللي اعتبروا إساءة مباشرة لرمز ديني كبير زي الشعراوي، لدرجة إنها اضطرت تمسحه وتطلع تعتذر عن اللي كتبته. وموضوع الاعتذار موقفش عند كده، أسماء بعدها قفلت كل حساباتها على السوشيال ميديا وظهرت في برنامج تلفزيوني وهي منهارة وبتعيط وبتطلب من الناس إنها تسامحها. لكن رغم ده كله الاعتذار ما كانش كفاية بالنسبة لناس كتير. طلع عدد كبير من المستخدمين أطلقوا هاشتاجات بتطالب بمحاسبتها وبتدافع عن الشيخ الشعراوي حتى بعد رحيله. ورغم إن الهجوم على أسماء كان كبير جدا إلا إن في ناس تانية وقفت في صفها ورفضت اللي اعتبروه حالة مبالغ فيها من الهجوم، وشافت إن المشكلة الحقيقية هي تقديس الشيوخ ورفض أي رأي مختلف. من بين الناس دي بقى كان المؤلف والمنتج السينمائي مدحت العدل، واللي استنكر بشدة الهجوم عليها وقال إن اللي بيحصل نوع من الإرهاب الفكري، وإن أسماء ما عملتش غير إنها قالت رأيها في شخص مهما كانت قيمته مش نبي ولا معصوم من الخطأ. وختم كلامه بدعوة الناس إنها تتعلم تقبل الاختلاف وما تحولش الأشخاص لأصنام بتدافع عنها من غير تفكير. وبعدها دخلت عارفة عبد الرسول على الخط وقالت جملة غامضة جدا، حاجات وحشة بس من غير ما تدخل في تفاصيل. وبعدين رجعت تاني نفت الكلام وقالت إنها مش بتهاجم دين ولا سياسة أصلا. أما العداء الصريح فكان أوضح عند فريدة الشباشي لما اعترضت على كلام الشيخ بعد ما إسرائيل احتلت سيناء سنة 67 وقال: أنا صليت لله شكرا لما إسرائيل احتلت سيناء، وبرر كلامه بأن مصر ما كانش ممكن تنتصر وهي في أحضان الشيوعية وإلا فتن المصريين في دينهم. الشباشي شايفة أن أفكاره بتقربه من جماعات دينية وأنه ضد مفهوم الدولة المدنية، وهاجمت فتواه الخاصة بالفن والبنوك واعتبرت أن أفكاره رجعية. وبرغم كل الانتقادات رفضت تتراجع وقالت: أنا مش بحبه وده حق. حتى عصام تليمة اللي كان محسوب على التيار الإخواني وبيقدم نفسه كصوت الشباب ما سابش فرصة إلا وهاجمه. قال إن الشعراوي ضعيف قوي في الحديث وإن الأحاديث اللي بيستشهد بيها ضعيفة أو حتى غير صحيحة على حد وصفه، وادعى إن أي طالب صغير في علوم الحديث عارف إن الشعراوي على حد كلامه مش قوي في المجال ده، وإن دي نقطة ضعف واضحة، وإن نفس الاتهام ده بينطبق حسب رأيه هو على الشيخ عبد الحميد كشك كمان. الهجوم على الشيخ الشعراوي موقفش عند سياسيين أو إعلاميين، ده وصل كمان للفنان خالد أبو النجا اللي طلع باتهامات حادة جدا ضد الشيخ الراحل
أبو النجا ادعى إن الشعراوي كان بعيد تماما عن العلم، وقال إنه نموذج للجهل بالمعرفة الحديثة، وإن قراءاته كانت مقتصرة على القرآن وبس، وقدم الكلام ده كدليل على وصفه بالتشدد الديني. وعلى حسابه على تويتر كتب كلام قاسي جدا اتهم فيه الشعراوي إنه بيمثل أسوأ صور للفكر الوهابي، وإنه كان فخور بعدم الاطلاع على أي مصادر غير القرآن. واللي متابع مواقف خالد أبو النجا على مدار السنين يعرف إنه دايما عنده آراء مثيرة للجدل كده، خصوصا دعمه لقضايا اجتماعية معينة، وكان بيعلن مواقفه دي بشكل مستمر على السوشيال ميديا. كمان الفنان صبري فواز نشر فيديو للشيخ الشعراوي كان بيتكلم فيه عن وضع المرأة في الإسلام من خلال تفسيره للقرآن، وكتب وقال: الإسلام الوسطي الداعشي الجميل. وطبعا اللي ولع الدنيا مش الفيديو نفسه قد ما كان التعليق اللي فواز كتبه وقتها، وأثار غضب ناس كتير جدا، وبعد ضغط وهجوم كبير جدا عليه رجع عدل التعليق بتاعه. كمان الكاتب يوسف إدريس كان ليه رأي صادم في الشيخ الشعراوي، وده ظهر بوضوح في كتابة فقر الفكر وفكر الفقر. إدريس شبه الشعراوي بشخصية راسبوتين الراهب الروسي الشهير، وقال كمان إن الاتنين بينهم شبه كبير، وإن الشعراوي عنده قدرة قوية على التأثير في الناس البسيطة، وبيعرف يشد الجمهور بكلامه وبحركات إيديه وتعابير وشه، زي ما يكون واقف على مسرح كأنه ممثل، بس ممثل موهبته نص نص زي راسبوتين بالظبط. وآخر الأسماء اللي دايما بتثير الجدل أبو حمالات إبراهيم عيسى. هجومه كان الأعنف، وصف الشيخ بأوصاف قاسية واتهمه بالتشدد والتسلف، وإنه ضد المرأة وضد الأقباط، وكمان ضد أفكار زي نقل الأعضاء، وشايف إن صورته الوسطية مجرد وهم. وفي الآخر الشيخ الشعراوي ما بقاش مجرد داعية، بقى ساحة صراع بين ناس شايفاه رمز ديني كبير وناس شايفاه عنوان لأفكار مش مناسبة للعصر. والسؤال بقى ليك انت، شايف الهجوم ده كان نقد ولا كراهية ولا حسابات أيديولوجية ملهاش علاقة بالدين أصلا؟ يا ريت تقولي رأيك في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.